محمد صلاح يصدم العالم بتصريحه عن المغرب. عندما تنظر إلى المنتخب المغربي اليوم تدرك أن ما وصل إليه لم يكن نتيجة مباراة أو بطولة واحدة، بل نتيجة سنوات من العمل والتطور في كرة القدم الحديثة. لا يمكنك أن تنافس الكبار العالم إذ لم تكن تملك مشروعا واضحا، واعتقد أن المغرب نجح في بناء هذا المشروع. ما يعجبني في هذا المنتخب أنه لا يغير شخصيته أمام المنتخبات الكبيرة. كثير من الفرق تلعب بثقة أمام المنافسين العاديين، لكنها تتراجع عندما تواجه الأسماء الكبيرة. المغرب أثبت العكس، فهو يلعب بنفس الانضباط والتركيز مهما كان اسم المنافس. المواجهة أمام هولندا لن تكون سهلة إطلاقا. هولندا منتخب يمتلك تاريخا كبيرا واللاعبين على مستوى عالي ومنظومة تكتيكية قوية، لكن في المقابل المغرب أصبح يملك عناصرا قادرة على اللعب في أعلى مستوى سواء من الناحية الفنية أو الذهنية. أعتقد أن أهم نقطة في المنتخب المغربي هي العقلية. اللاعبون لم يعودوا يدخلوا المباريات وهم يفكرون في كيفية تجنب الخسارة، بل في كيفية تحقيق الفوز. وهذا التحول في التفكير هو ما يميز المنتخبات التي تنافس على الألقاب. من يتابع المغرب يلاحظ أنه أصبح يعرف كيف يدير المباريات. إذ احتاج إلى الاستحواذ يستطيع ذلك، وإذ احتاج إلى الدفاع المنظم والاعتماد على الهجمات المرتدة فإنه ينفذ ذلك بإتقان. هذه المرونة تمنح المدرب خيارات كثيرة وتصعب مهمة أي منافس. كما أن جودة اللاعبين أصبحت واضحة، هناك مزيج بين أصحاب الخبرة والشباب وبين المهارة والالتزام التكتيكي. عندما تجتمع هذه العناصر يصبح لديك منتخبا قادرا على المنافسة أمام أي فريق في العالم. ولا يمكن تجاهل الجماهير المغربية. في كل بطولة نرى كيف تصنع أجواء استثنائية، وهذا يمنح اللاعبين ثقة إضافية في المباريات الكبيرة. التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق، والدعم الجماهيري قد يكون أحد هذه التفاصيل. أعتقد أيضا أن الإنجاز الذي حققه المغرب في كأس العالم قبل سنوات لم يكن نهاية القصة، بل كان بداية مرحلة جديدة. اليوم لم يعد أحد يعتبر فوز المغرب على منتخب كبير مفاجأة، لأن هذا المنتخب أثبت مرات عديدة أنه يملك الجودة اللازمة لذلك. إذ سألتني عن توقعي للمباراة فسأقول إنها ستكون متقاربة جدا، لأن هولندا تمتلك الإمكانيات الكبيرة، لكن إحساسي يميل إلى المغرب. أرى أن المنتخب المغربي يعيش حالة من الاستقرار والثقة، ويملك مجموعة تعرف كيف تتعامل مع الضغط، وهذا عامل مهم جدا في الأدوار الإقصائية. قد تحسم المباراة بهدف واحد أو بلقطة فردية أو حتى بركلة الترجيح، لكنني أعتقد أن المغرب لديه ما يكفي من الشخصية والخبرة لتجاوز هذا الاختبار. رسالتي للاعبي المغرب هي أن يواصلوا اللعب بنفس الروح التي أوصلتهم إلى هذا المستوى. لا تفكروا في اسم المنافس، بل فكروا في تقديم أفضل نسخة من أنفسكم. عندما تلعب بثقة وتحترم خصمك دون أن تخشى تصبح قادرا على تحقيق أشياء كبيرة. لهذا إذا طلب مني أن أختار المنتخب الأقرب للتأهل فسأختار المغرب، ليس بدافع العاطفة، وإنما لأنني أرى أنه يملك اليوم كل المقومات التي يحتاجها أي منتخب يريد الاستمرار في المنافسة على أكبر البطولات.